السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا وصفة جديدة، وهي البط بالمرتة الدمياطي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وطعم ولا احلى من كده. بس ما تنسوش قبل ما تشوفوا الفيديو تحطوا لايك علشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. أول حاجة عندي بطاية أنا غسلتها كويس جدا، ومعايا كمية من البصل، وعندي الكبدة والقناصة بتاعة البطة. هبتدي أقطعهم صغير جدا. زي ما قلتلكم البطة بتاعتي أنا غسلتها ونقعتها حوالي ساعة في ملح ومعلقة من السكر ومعلقتين كبار من الخل وعصير ليمونة ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل. الخلطة دي بتساعد معايا ان البطة بتاعتي تطلع نضيفة جدا من جواها، وما يكونش فيها اي دم ولا ليها اي ريحة زفارة. زي ما قلتلك بقطع الكبدة والقناصة بتاعة البطة بالطريقة اللي حضرتك شايفاها دي. بالنسبة لكمية البصل بتكون على حسب حجم البطة. في حلة عندي على النار نزلت بمعلقة من الزبدة ومعلقة كبيرة من الزيت، وهستنى لحد ما يسخنوا كويس جدا، وهبتدي انزل بالقناصة والكبدة بتاعة البطة بالشكل ده، وهبدأ اديهم تشويحة كده بنفس الطريقة. في المرحلة دي تكون النار بتاعتك عالية علشان ياخدوا معاكي صدمة بسرعة جدا. اول ما يتشوحوا كده بالشكل ده هبتدي انزل عليهم بورق لورا وفصين من الحبهان وقرفة سيجار وفصين من القرنفل. والخطوة دي مهمة جدا علشان التوابل بتاعتي تتشوح معايا وريحتها تطلع وتبقى تحفة جدا. هقلبهم حوالي دقيقتين كده مع بعض. في المرحلة دي هنزل بكمية البصل بتاعتي. زي ما قلتلك كمية البصل بتتوقف معاكي على حجم البطة اللي انتي مستخدماها. هبتدي اقلب البصل مع قطع القوانص والكبدة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد لما البصل يدبل معايا. في المرحلة دي تقدري تضيفي نص كوباية من الزبيب المغسول، برضه هيديكي تيست حلو جدا. في الخطوة دي عندي معلقة من الكزبرة، معلقة من بهارات الفراخ، معلقة من الكمون، معلقة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة من السبع بهارات، ومعلقة من البابريكا. وهبتدي أقلبهم كويس مع بعض بنفس الطريقة. زي ما قلتلك تقدري تضيفي نص كوباية من الزبيب المغسول، برضه هيديكي تيست حلو جدا، وده بيكون أساسي في المرتة الدمياطي. وهنا ده لون المرتة بتاعتي بعد لما قربت تستوي. في المرحلة دي هبتدي احط معايا مكون اساسي بيديني تيست حلو جدا للمرتة، وهو الصويا صوص. بحط معلقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وببتدي اقلبها بالطريقة دي. شايفين اللون بتاع المرتة عامل ازاي؟ بجد الريحة تحفة جدا، وطعم ولا احلى من كده. وكده خلاص هسيب المرتة بتاعتي لحد لما تستوي. شايفين هنا شكلها بقى عامل ازاي؟ وهنا كانت خلاص المرتة بتاعتي استوت. بجيب عندي سلكات السنان دي او الخلة بتاعة الاسنان، وببتدي اثبت الجناح كده جنب البطة بنفس الطريقة، علشان لما احطه في الحلة ويستوي ما يفتحش معايا وشكلها مش هيبقى حلو اطلاق. بتأكد اني ثبتها كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجيب عندي مناديل مطبخ وابتدي انشف البطة من جواها، بحيث لو فيها اي مية تكون ناشفة معايا، او لو فيها اي كمية دم موجودة تنضف معايا. بس البطة بتاعتي ما فيهاش اي كمية دم، لان زي ما قلت لكم انا حطيتها في محلول النقع ده حوالي ساعة، فبالتالي نضف معايا اي دم موجود جواها. وكده انا كنت نشفتها كويس جدا. هبتدي اخد المرتة بتاعتي واحشي جوه في البطاية كده في القلب. خدي بالك احنا مش بنحشي المرتة تحت الجلد اطلاقا، الحشوة بتاعت المرتة بتكون كلها جوه البطاية. تمام كده. بحط الحشوة كلها بالتوابل، برضو مش بشيلها منها خالص، بحطها زي ما هي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واملى البطة كويس بكل كمية المرتة اللي معايا. في الخطوة دي هبتدي اقفل الجلد على بعضه بنفس الشكل بالخلة برضو اللي موجودة معايا. تقدري تخيطيها
لو مش متاح عندك خلة السنان او الاعواد الخشبية دي، زي ما قلتلك تقدري تخيطيها عادي جدا بالخيط. والخطوة دي مهمة جدا علشان لما نحط البطة بتاعتنا في الشوربة، المرتة اللي احنا حشينا بيها البطة ما تخرجش براها. اتأكد اني قفلتها كويس بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. ببتدي ادخل الخلة كده بحيث تقفل معايا الجلد كويس جدا. الوصفة سهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش منك وقت اطلاقا. جربوا البط بالطريقة دي وانا متأكدة ان الطريقة هتعجبكم جدا. وبكده بكون قفلتها بالشكل ده. باجي برضو عند جلدة الرقبة وببتدي برضو اقفلها بنفس الطريقة علشان اتأكد ان مفيش اي جزء مفتوح علشان المرتة ما تخرجش معايا اثناء سلق البط. تمام كده. وكده بكون قفلتها كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في المرحلة دي بجيب عود خشبي او خلة اسنان وببتدي ان انا اخرم بيها الصدر بتاع البطة بتاعتي بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي، علشان البطة بتاعتي ما شاء الله حجمها كبير مش صغيرة، فبالتالي تستوي معايا تسوية اسرع. في حلة على النار ببتدي انزل بمعلقة كبيرة من الزيت بنفس الشكل وبستنى انها تسخن جدا. في المرحلة دي نزلت بالبطة بتاعتي وهبتدي اديها تحميرة بسيطة كده، وهضيف عليها 3 فصوص من الحبهان، ورق لورا، فصين من القرنفل، ومعاهم نص عود من القرفة السيجار. بدي البطة تشويحة من الاتجاهين، يعني ببتدي اقلبها على الاتجاهين بنفس الشكل لحد لما تاخد معايا اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اول ما تبتدي تاخد معايا اللون الذهبي من الجنب التاني بالطريقة دي بنزل عليها بمية مغلية. وخدي بالك في المرحلة دي لانها بتفور جدا. في الخطوة دي هنزل بنص معلقة من السكر، ودي بتسرع معايا في التسوية جدا. خدي بالك ما تضيفيش الملح في الاول. وهنا كانت البطة بتاعتي استوت، انا كنت ضفت الملح لما حسيت انها دخلت في السوا. في المرحلة دي اخدت عندي 4 كوبايات من الشوربة وببتدي انضفهم كويس جدا بالشكل ده، ودول علشان اعمل فيهم الرز بتاعنا. معايا معلقة كبيرة من الكاري، معلقة من الكركم، ورق لورا، ولومي مجفف او ليمون مجفف، وقرفة سيجار. ببتدي انزل بيهم على الشوربة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واول لما يبتدوا يغلوا بنزل عليهم بكوبايتين من الرز البسمتي. انا غسلتهم وبس، يعني انا ما نقعتش الرز بتاعي. كوباية الرز لها كوبايتين من المية. الرز البسمتي بيختلف في كمية المية عن الرز المصري. وهنا الرز بتاعي كان ابتدى يتشرب، هبتدي اغطي عليه واسيبه لحد ما يكمل سواه. وهنا كانت البطة بتاعتي استوت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما قلتلك ما تضيفيش الملح في الاول علشان بيخلي التسوية معاكي تاخد وقت والبطة ما تستويش بسرعة جدا. في الخطوة دي ببتدي انزل عليها بمعلقتين كبار من الكاتشب. تقدري تستخدمي معجون الطماطم بس ما بيديكيش نفس التيست بتاع الكاتشب. الكاتشب بيدي لون حلو جدا في التحمير. ببتدي ادهن البطة بتاعتي بالكاتشب بنفس الشكل وبنزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت وادهنها كويس بالطريقة دي. هدخل البطة بتاعتي تحت الشواية حوالي 10 دقايق مش اكتر من كده. بتطلع معايا اخدة اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين البطة قد ايه لونها حلو جدا، وطعمها بجد والله ولا احلى من كده. وكمان الرز بتاعي استوى ومفلفل معايا جدا. شايفين الرزاية مفلفلة ازاي. ببتدي انزل كمية من الرز بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. تقدري تزيني الرز برضو بكوباية من الزبيب، بتغسليها كويس وتنقعيها نص ساعة وتحمريها في معلقة سمنة. وده بيكون شكل الطبق بتاعنا بعد لما خلص. البطة مستوية جدا ودايبة دوبان، واللحم طري جدا ودايب. عايزة اقولك طعمها بجد تحفة جدا. جربوا البط بالطريقة دي وانا متأكدة ان الطريقة هتعجبكم. شايفين الجمال، شايفين اللحم مستوي ودايب جدا، والرز مفلفل ومش معجن وسواه مظبوط 100%. المرتة بقى اللي جوه البط
دي حكاية تانية خالص، طعم كده ولا في الخيال. التزموا بكل المقادير علشان توصلوا لنتيجة مرضية جدا ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك، ولو انتوا جداد على القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. دمتم سالمين، والى اللقاء في وصفة جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.